مش كل لعبة لازم تجربها، خصوصاً لو اسمها لعبة الأرواح. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في ليلة هادية، علي كان قاعد مع أصحابه في الجنينة القديمة. واحد منهم طلع لعبة اسمها لعبة الأرواح، وقال اللي يلعبها لازم يكمل للآخر. بدأوا يلعبوا، وكل ما حد يحط قطعة خشب كان يسمع صوت همس غريب. لما جه دور علي حط القطعة بتاعته، وفجأة الجو بقى بارد والأرض اهتزت. الجنينة اتحولت لمكان مظلم مليان ضباب، وأصحابه اختفوا. سمع صوت ضحكة مخيفة. انت دخلت لعبة الأرواح ولازم تخرج لوحدك. علي جري في الضباب، لكن كل ما يقرب من الخروج الضحكة تزيد. فجأة لقى نفسه عند الباب اللي دخل منه، بس كان لازم يختار يخرج ويسيب أصحابه أو يكمل اللعبة. قرر يدخل تاني، وفجأة الضباب اختفى، ولقى أصحابه مرميين فاقدين للوعي. لما فاقوا ولا واحد افتكر حاجة، لكن كلهم عرفوا إنهم مش هيلعبوا اللعبة دي تاني.